السلام عليكم، ازيك يا عبد الرحمن؟ انا عندي مشكلة حصلت لي، احكيها لك دلوقتي. انا علي، عندي 26 سنة، مهندس مدني. سافرت السعودية بعد التخرج على طول، وقعدت هناك حوالي 3 سنين. كنت حاطط هدف قدامي اني ارجع مصر ومعايا قرشين، وابدأ حياتي، اتجوز، افتح بيت، واعيش زي اي راجل نفسه يبني حاجة من تعبه. يعني عادي، راجل طبيعي، يسافر ويكون نفسه ويرجع يتجوز، تمام، مفيش أي مشكلة لحد هنا. رجعت فعلا، وكان عندي شغف إني ألاقي بنت الحلال اللي هتمشي معايا في المشوار. حلو لحد هنا. قرايبي قالولي في بنت قريبتنا اسمها منة، مؤدبة وشكلها طيب، وناسها ناس كويسين. قلت يا بركة دعاء ماما، وفعلا قبلتها. أول مرة شفتها حسيت براحة غريبة. كانت قاعدة هادية، صوتها واطي، مش بتتكلم كتير، بتحط عينها في الأرض. ردودها مختصرة، يعني البنت المثالية اللي كنت بدور عليها. قعدنا مرتين وقلت خلاص، دي إنسانة تنفع تبقى أم ولادي. وكل اللي حواليا كانوا بيشجعوني، توكل على الله، بنت ب100 راجل. وبالفعل كتبنا الكتاب بسرعة وعملنا فرح بسيط. بس اللي حصل بعد كده كان كابوس. من أول أسبوع جواز بدأت ألاحظ حاجات مش طبيعية. بتصحى الساعة 1 أو 2 الظهر، ولو صحتها بدري بتتعصب وتزعق. مرة شتمتني وأنا بهزر معاها، قلت يمكن متضايقة عادي. بس اللي صعقني إن تقلباتها كانت غريبة جدا. ساعة تبكي من غير سبب، وساعة تضحك بشكل هستيري، وساعة تقعد ساكتة بالساعات. كنت حاسس إن في حاجة مش مفهومة. وفي يوم رجعت من الشغل بدري من غير ما أقول لها. دخلت الشقة لقيتها مرمية على الأرض جنب السرير، وشها شاحب، نفسها سريع، وشريط حبوب مخدرة مرمي جنبها. أنا اتجمدت مكاني، حضنتها وصحيتها، ولما فاقت فضلت تبكي زي الأطفال. قلت لها إيه ده بتاعك؟ قالت لي وهي بترتعش، أنا باخد من أيام الكلية. حاولت أبطل كذا مرة بس معرفتش. كنت فاكرة إني هبطل بعد الجواز بس ما قدرتش. كنت مش مصدق، البنت الهادية اللي بتتكلم بشياكة طلعت مدمنة. أنا اللي كنت فاكر إني اخترت بعقلي وقلبي، طلعت مخدوع في شخص لابس قناع. بس مرضتش أسيبها، قلت ما يمكن تكون فرصة أساعدها تتغير، يمكن ربنا بعتني ليها. بدأت ألف بيها على دكاترة علاج إدمان، ووديتها جلسات، وكانت تبكي وتوعدني إنها هتبطل. بس تاني يوم ألاقي الفلوس ناقصة من جيبي، وترجع للحبوب تاني. كل يوم كنت بصحى على إحساس اسمه القهر. مش قادر أسيبها علشان ضميري، ومش قادر أكمل علشان قلبي. قعدت سنة كاملة في جحيم، كل يوم قلق، كل يوم سرقة، كل يوم انهيار. بقيت مرعوب أدخل البيت، مش عارف هلاقيها في حالة انهيار ولا نايمة غايبة عن الوعي. وفي الآخر قررت أخلص نفسي، مش علشان قلبي حجر، بس علشان كنت بموت بالبطيء. طلقتها وأنا ماشي من بيت أهلها، سبت الدبلة، وسبت ذكريات مكسرة، وسبت جزء مني كان فاكر إن الحب ممكن يشفي أي حاجة. لو في حاجة عايز أقولها لأي حد بيسمعني، اختار بعقلك كويس وقلبك، بس خليك صاحي. مش كل اللي بيتكلم بهدوء طيب، ومش كل الهدوء معناه طهر. اللي مش قادر يساعد نفسه مش هينفع يعيش حياة سوية معاك. ودي القصة اللي كانت جاتت لي. هي الصراحة يعني قصة صعبة شوية. يعني شخص كان داخل علاقة حب وجواز، وبعد الجواز لقي مراته مدمنة. حاول يعالجها وحاول يوديها لدكاترة، بس للأسف فضلت فترة كبيرة ما بتتعالجش، وهو تعب. وكل شوية كانت بتسرق منه فلوس وبتاخد منه فلوس عشان تشتري اللي بتجيبه. للأسف الشديد الإدمان بيدمر الشباب، وبيدمر البنات، وبيدمر الدنيا.
وبيدمر الأسرة وبيدمر العلاقات. يعني حتى الإدمان، يعني هو مجرد الناس لما بتدمن بتحس نفسها عايشة في خيال أو عايشة في حاجات هي مش عايزة تشوفها حقيقة، بس للأسف الشديد ده مجرد وهم، وحاجات بتتدمر، أسر بتتدمر، وبيوت بتتهدم، وجوازات بتخرب، وبنات بتتطلق. فأتمنى إن يعني محدش يفكر في طريق زي كده، ونواجه مشاكلنا ونبعد عن طريق الإدمان. وأتمنى كل واحد سمعني يبعد عن طريق المخدرات ويبعد عن طريق الإدمان. دي حاجة بتدمر حياة البني آدم، دي حاجة وحشة مش حاجة كويسة. ودي القصة اللي كانت جايالي، أتمنى تكونوا استفدتوا منها. وطبعا أنا مستني آراء المتابعين في الكومنتات. أنت لو مكان علي كنت هتعمل إيه؟ لو اكتشفت إن مراتك مدمنة هتعمل إيه؟ طبعا الأسماء اللي أنا قلتها دي أسماء طبعا وهمية للحفاظ على الخصوصية. وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.